أزل أيثما سويثما مني جام. تحية طيبة الإخوان والأخوات أينما كنتم. في هذا الفيديو غنهضر على واحد الظاهرة اللي هي ظاهرة شائعة في المجتمع ديالنا وفي شمال إفريقيا بصفة عامة. هي ظاهرة التملص من الهوية، من الثقافة الأصلية لشعوب شمال إفريقيا. هذه باينة بزاف. شفت واحد المنشور كيقولك بأنه حكيم زياش قال شي منشور: أنا عربي دمي مغربي. وتناولته هاد الثقافة ديال وتناولته العديد من الصفحات ديال المستعربين وعجبهم الحال. أنا بالنسبة لي هاد المسألة ما جاتنيش شي حاجة اللي هي بيزار، حاجة عادية، لأن المستعربين عندنا كتار بزاف. و ومسألة ديال الافتخار بالهوية الأصلية للإنسان و والتشبث بالهوية ديالو والتصالح مع الثقافة والهوية ديالو، راه هي واحد النعمة ما كيعطيهاش الله لأين كان. راه هي واحد النعمة كبيرة ما كيعطيهاش الله لأين كان. راه ماشي أول واحد غيديرها هو حكيم زياش مثلا. بعدا شكون هو حكيم زياش؟ هو لاعب ريفي، هو في الأصل ما كيعرفش شي حاجة سميتها الدارجة، عاد غيعرف العربية، كيهضر الريفية والهولندية. أمو ما كتعرف شي حاجة سميتها الدارجة نهائيا، كتهضر الريفية لأنهم ريافة ديال هولندا، كبروا في هولندا. آه بطبيعة الحال التحول ديالو من اللاعب في أوروبا للملاعب العربية خاصة في الخليج، تما راه كتعطى الأموال الطائلة باش غير تذكرهم في وسائل إعلام. والتصريح ديال بنزيما مؤخرا والرد ديالو على واحد الصحافي خير دليل. فاش قالو علاش ما كتهضرش بالعربية، قالو أنا جيت هنا باش نلعب كرة ماشي من أجل باش نهضر بالعربية. ونيمار أي منشور كان كيحطو على السعودية كان كيتخلص عليه بزبالة د الفلوس. الناس اللي ما تايقينش في الثقافة ديالهم وما تايقينش في الهوية ديالهم وما تايقينش في داكشي اللي عندهم، هما فقط اللي كيبغيو الآخرين يهضروا بالاسم ديالهم أو يهضروا عليهم. مثلا ما غتلقاش واحد ألماني ولا واحد فرنسي غيجي عند واحد في الخليج ولا في أي بلاصة كاين يقول له هضر على فرنسا ولا هضر على ألمانيا، لأن هادوك الناس عندهم ما محتاجينش ليك انت تهضر عليهم. اللي عنده، وبما أنه عارف عنده ما غيحتاجش انت تقول عليه شي حاجة زوينة. الشخص اللي كيتسنى من الآخرين يهضروا عليه أولا كيعطي الأموال الآخرين باش يهضروا عليه هو شخص عارف بلي ما عنده والو، وكيحاول جاهدا أنه يحسن الصورة ديالو قدام العالم. على أي هذا ماشي هو الموضوع. الموضوع ديال ظاهرة ديال التملص من الهوية في المغرب، راه ماشي حكيم زياش أول واحد غيديرها. راه اللعابة دابا كيلعبوا في المنتخب المغربي ولا في الفراقي، راهم ريافة، راهم سواسة، راهم شلوح من الأطلس وكيهضروا الأمازيغية وما كيعرفوش الدارجة، كيقدموا راسهم على أنهم عرب. ودارتها حتى الحكمة المغربية الدولية بشرى قربوبي.
بشرى بنت القبيلة ديالي، أنا تزاديت في أجدير وهي تزادت في تيزي وسلي، بيناتنا 7 كيلومتر ولا 8 كيلومتر، وهي فاش مشات قدمت راسها على أنها عربية وهي ريفية أبا عن جد. هما ما فاهمينش بأنه لا علاقة بين العرب وبين أنك تكون مغربي وبين أنك تكون مسلم، لأن هاد الناس وخا راهم في مناصب كبيرة راه ما واعيينش، راه الوعي ما عندوش علاقة بأنك قاري ولا ما قاريش. راه تلقى واحد ما عنده حتى الشهادة الابتدائية ولكن باش تجي نتا تعربو ما يبغيش، سيرفض ذلك رفضا قاطعا. ولكن كاين انسان قاري عنده داك الحرف الدال قبل الاسم ديالو، يعني دكتور، ولكن فاش كيتعلق الامر بالوعي لا علاقة، وكيربط ما بين العرب والدين. زعما الا قلتي له انت راك ماشي عربي بحال كتقول له انت راك ماشي مسلم. العرب عرق والاسلام ديانة. العرب في شبه الجزيرة العربية والاسلام ديانة سماوية كيآمن بها واحد في أفغانستان، وأفغانستان ماشي عربية، وكيآمن بها واحد في ماليزيا، وماليزيا ماشي دولة عربية. يعني رسالة كونية. الدعوة ديالي أو الأمنية ديالي هو توصل واحد الفترة اللي يفهموا هاد الناس ديالنا، خاصة اللي هما أمازيغ ديال بصح، كبروا في المحيط أمازيغي وكيهضروا الأمازيغية. خلينا الناس اللي كبروا في واحد المجتمع كيهضروا الدارجة ومن بكري حنا عرب حنا عرب، يعني مستعربين. أنا كنهضر على الأمازيغ اللي ماشي مستعربين. ما معنى مستعرب؟ مستعرب هو أنك أنت كبرتي كتعتقد بأنك عربي وبا كيعتقد أنك عربي وهو أنه عربي وكذا. هادو كيتسموا مستعربين. أما مثلا أنا ماشي مستعرب، أنا ريفي، كبرت في مجتمع كنهضر ريفية، لقيت با ومي وجدي وجدتي كيهضروا ريفية. أنا أمازيغي ريفي. حكيم زياش كبر في واحد المجتمع كيهضر ريفية. هاد الناس هادو اللي تيكبروا في مجتمع أمازيغي كيهضروا الأمازيغية خصهم يفهموا بأنه راه ماشي عرب،